ليش تتحامى خلف الديوك لهلف تيوب 1000 فيو ستيل اغلى من الافيون والذهب املى جيوب واقول رزقها عدلوا جابوا زيوت من قلم. وقبل ما ابدا الفيديو في نكش، عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق ما تصدقش، ان شاء الله عنك مصدق. بص انا مش هتكلم، انا هسمعك حاجه. شيكو التراك بص قنبله نووي يا راجل. ايه ده؟ اقسم بالله التراك ده يا اسطى عالمي عالمي يا اسطى. ايه ده؟ هو المفروض ارسنك وابو يوسف لو بره السين المصري الجراميز دي هتتوزعش غير عليهم، فاهم يعني بجد اقسم بالله العظيم التراك فشخ ايه ده؟ ايه ده؟ اكتر رد فعل لايق على الموضوع. ايه ده؟ ايه ده؟ والله اسامه عسل عسل والله العظيم. يلا نقولها مع بعض، واهلا بيكم في الشيكو شيكو. طب يا صاحبي ايه النغزه دي نغزه؟ امال هيبقى شكله ايه بجد والله العظيم؟ ابيو يا صاحبي وسينك نزلوا تراك مع بعض بعد ديسات رايحه وديسات جايه، وابيو وسينك على البيت، والبرودكشن طبعا ابيو وميكس ومستر الفي. حلقه طويله سنه رغم ان انا مش هعرف اغطي كل حاجه في التراك عشان لو مشيت باربا هم محتاجين امشي باربار، بس انا هقول لك اصيع الحاجات. واقف في منصة أنور السادات بالبدلة، بدي بس مثال بالمشهد، على يميني كلاب المغنى، شمالي في إيدي كاتم بجهز. البدايه بتاعت ارسنك لازم يحطك في سين علشان تخيل هو بيعمل ايه. قال لك واقف في منصه انور السادات بالبدله، بدي بس مثال للمشهد، على يميني كلاب المغنى. لو في ناس من الجيل الحالي ما يعرفوش اللي حصل للرئيس الراحل انور السادات، فهو كان في المنصه وقت احتفالات اكتوبر، كان على يمينه الكلاب اللي هم الاخوان يعني، وتم اغتيال السادات في اللحظه دي. وفي اليوم ده الرئيس الراحل محمد انور السادات قرر انه مش هيلبس واقي ضد الرصاص. ليه؟ لانه حس ان هو في امان، انا وسط ولادي. فبص بقى ارسنك قال لك ايه. بقى عندي حنكة وسط باقي، ما بثقش فيكوا يا أولاد الوسخة لبست واقي. ما بثقش فيكوا يا ولاد الكذا لبست واقي. فخلاص هو اتعلم من اخطاء الماضي، هو قال لك بس انا بدي مثال للمشهد. انت فاهم احنا رايحين فين صح؟ ماشي. عملت بوب كسرت قلب السين ورجعت بشكل جديد، قلبت جميل فاتشفت غلط، ام ابيو سام بلعب حليم، وبنقط دم الخصم عزفت هاي هاتس وعملنا البيت اسمع. وبنقط دم الخصم عزفت هاي هاتس وعملنا البيت. وكمان قال لك عملت بوب كسرت قلب السين ورجعت بشكل جديد. مين كسر قلب السين؟ نكش ولا مش نكش؟ قول انت عشان انتوا بقيتوا بتتقمصوا. على اخر الزمن ابص لجيبك انت، ده انت سكه فكه مش فاكر حتى فكيتك امتى. قال لك يا ده انت سكه فكه ومش فاكر حتى فكيتك امتى. محدش يشرح البار ده عشان ده قليل الادب قوي. وطبعا فكه الاولى اللي هي فكه فلوس. فكه الثانيه بقى مالناش دعوه. ألف ميل من ألف ميل هارش مين الجبان من ريحته، ده عجباني قوي دي بقى. ألف ميل من ألف ميل هارش مين الجبان من ريحته. ألف ميل الأولى اللي هو ألفا ميل، هكتبها لك على السكرين كده عشان تبقى شايفها، إنه ده أكتر واحد جامد في جيله يعني. طبعا أرسنك طول اللعبة هو معتمد على انترنال رايمز كتير ومالتي. فنانك جه في كام شهر وريح بعد ما فايرال بالغنوة، ما حبهوش عشان فنان عشان فايرال بالحلوة. شياطينه فنانك جه في كام شهر وريح بعد ما فايرال بالغنوة، ما حبهوش عشان فنان عشان فايرال بالحلوة. فاكر بعد أغنية البخت تم اختفاء ويجز فترة عشان فايرال بالحلوة. الحلوة اللي هي إيه؟ الحلوة اللي هي تراك، والحلوة اللي هي طلع وقتها إنه التراك ده لفنانة ما عشان ما نجيبش في سيرة الناس. نكش مش نكش يلا، لا صح هي مش نكش، هم طيبين اصلهم. شوف حماده انت قدبني، لو ماليش تأثير على الكل ما كانش فلان وهباب قلدني. شوف حماده انت قدبني. هو ويجز اسمه الحقيقي ايه؟ اكيد اي حاجه تاني غير احمد عشان ما يقولولوش حماده، لان ده مش نكش. ايوه بس في حاجه عند ارسنك بقى فيها ريسبكت حلوه قوي قوي، بار كده ما اعرفش حد خد باله منه ولا لا. ميلي عندي بطاقه الاسم ارسنك، المهنه بابا في جيلي. عجباني ليه؟ علشان هو ارسنك في العادي بيقول انا بابا، بس لما جه مع ابي يوسف في تراك قال لك انا بابا في جيلي عشان البابا الحقيقي وصل. تقيل براب لكيفي كلاب في جيبي انت دبدوب كفايه مش محتاج عسيل. ما تسيبنا من بسيوني بقى يعني عمل ايه الراجل؟ الراجل والله اتجنن منك يعني. طلع في اللايف مع بكري قال لك انا مش فاهم ابي يوسف بيعمل فيها ايه، وانت طلعت عملت ليب سينك على الحوار ده. سيب الراجل في حاله والله هيتجنن. شرقوا مسكوا في توبتي شرقوا عرفوا خصومتي اسكت شفتي مش اعتذروا كلهم السين ده مستو خصوبتي. والله العظيم 3 يا جدعان صعب قوي صعب قوي. الناس اللي ما بتحبش ابي يوسف دي الله يكون في عونها والله العظيم. مش انا لسه من شويه كنت بقول لك ان هو البابا، هو زهق من كتر ما بيقول انا البابا وان انا بابا المجال وان انا اللي عملت كل الناس، فقال لك مش اعتذروا كلهم كل السين ده مست خصوبتي. يعني السين ده الميزه الوحيده فيه انه جه مني انا،
فاهم بقى الخصوبه هو تخيل ايه وعمل ايه في كل الحاجات. صح ماشي. بس ما يغلاش عليك مكان في فم الدود. انا الف رولز عندي حتة قلب تبوظ بتكشف اي كلب فلوس. ده ماجنتيود غبي فشخ ما بيتشالش بصبغة تيود. بلاش تتحامى خلف ديوك لهلف تيوب 1000 فيو. ستيل اغلى من والله العظيم 3 صعب ممتع الراجل ده ممتع قوي. بس ما يغلاش عليك مكان في فم الدود. انا الف رولز. انت فاهم الاوزان الدود والرولز جت في دماغه ازاي؟ عندي حته قلب تبوظ بتكشف اي كلب فلوس. يلا ماجنتيود غبي فشخ ما بيتشالش بصبغه تيود. بلاش تتحمى خلف ديوك لهلف تيوب 1000 فيو. انت مش محتاج بيت. لما تيجي تقول براء ابي يوسف ما بتحتاجش بيت. انت بتبقى فشيخ وانت بتقولها. معرفش بلاش تتحمى خلف ديوك دي راح الحاجه ولا لا. انتوا في النكش عندكم حاجات انا ما بفهمهاش. تاخد قرض تسد ولو عمرت تهد عمرت الهد. قالوا بالراب دمرت الفكر. طب الافلام والضرب فريش. الله يبارك لك في صحتك. قال لك تاخد قرض تسد لو عمرت تهد عمرت الهد. ابيو سهل يلا ابيو بيكتب سهل. بعد كده قالوا بالراب دمرت الفكر. طب الافلام والضرب فريش حلوين. يعني الافلام والضرب والراب هو اللي مبوظ الجيل. صح أدرى قبل التراك ثبات بعد التراك بدرى. يوسف ما بيهداش على المسرح انت هناك. اشراف مش اوزان انتم تمامكوا شوال. نفاض وشوية اوراق بفرة مش محتاج اثبات. كيف صوتيات مرسال شفرة وجهة نظر. صعب يعني. لا تراك تاريخي. لعبوا كل حاجه. ركز مع الاوزان وركز مع القوافي الداخليه وركز مع التشبيهات اللي هو حطها في كل في الاربعه دول. ادرك قبل التراك ثبات بعد التراك بدره. قبل التراك ثبات واقف ثابت قبل التراك. بعد بقى ما يسمع التراك ده بدره رقاصه. يوسف ما بيهداش على المسرح انت هناك اشرف. يوسف ما بيهداش على المسرح يعني ابي يوسف لما بيطلع على المسرح بيبقى مجنون. بس انت اشرف عبد الباقي بتعملوا ايه لما دي النغزه بجد والله؟ هيبقى ايه؟ انت استفزتهم ليه وقلت استفزتهم ليه؟ بس استفزهم تاني يلا والله يعني اعملها تاني. ما يعني انا ما سمعتش ده من سنين. ما سمعتش الحته دي من سنين بجد. انت يا صاحبي لو وصلت للحته دي في الفيديو تعرف ان انا بحبك وبحب ابي وبحب زينك بس ما بحبش الجمهور اللي